بسم الله اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم اليوم معنا إن شاء الله تكونوا بخير صحة عواشركم مع الأيامات المباركة إن شاء الله تكونوا كامل بخير تكونوا بصحة والعافية. اليوم جيت معكم هكذا بحلوة خفيفة ظريفة يعني تستعملوها يعني في المناسبات تاع الباك البيام ولا يعني مع العيد هذا يعني حاجة خفيفة هكذا يعني حلوة اقتصادية يعني ما فيهاش مكونات بزاف ومش معقدة يعني نقدروا نديروها يعني في وقفة. هنا عندي 250 غرام يعني تاع الزبدة، عندي زوج حبات تاع البيض، عندي هنايا جلجلان محمص، عندي هنا خمر تاع الحلوى، عندي هنا الكاكاو نديرها كاكاو يعني الحلو عادي وديرها مغرفة يعني كاكاو الأسود باش يعطيني شوية اللون. هنا عندي جلجلان راني نوريكم محمص، وعندي كاس تاع السكر كلاص. هذو المكونات اللي حنستعملهم يعني في المرة الأولى. يعني هذه حلوة عندها الشكل تاعها يعني شباب، ومن مكوناتها يعني ما تحتاج بزاف مكونات يعني بزاف يعني معقدين يعني حاجة خفيفة هكذا ونديروها يعني القهوة تاع العشية ولا الحفلات ولا كما تحبوا. هنا عندي مغرفة صغيرة يعني كتشوفوا تاع خمر تاع الحلوى والفاني، انا اللي سبقت في الفاني هنايا مازال ما درتش الخمر تاع الحلوى. عندي كاس تاع السكر مع 250 غرام تاع زبده. هنا نتوما لكم الاختيار، نشوف هنا السكر كلاص كي حطيته في الكاس يعني بدا الشكل تاع الكاس يعني لصق لي كامل في الكاس. هنا غنخلط هذو المكونات. انا نشكركم كامل يعني اللي دخلوا عندي، قولوا مرحبا بكم ان شاء الله تعجبكم هذه القناه وتكونوا يعني من ضمن العائله تاعنا. هنا عندي نص كاس تاع الجلجلان، حبيت يعني ندير الجلجلان دركا علاش باش تخلط لنا يعني ما يبقالناش كي نديرو مع الاخر كي تكون عجينه طميناها هكداك ما تخلطناش مليح، بصح هكذا يعني تخلط لنا مليح. هنا نص كاس تاع الكاوكاو. هنا ما عندكمش يعني ماشي شرط يعني ما ديروش عادي، قبل درنا نص كاس تاع الجلجلان. يعني واش درنا 250 غرام تاع زبده، درنا كاس تاع السكر، درنا فاني، درنا نص كاس تاع كاوكاو ونص كاس تاع دجاج محمص. هنا درت زوج مغارف تاع يعني مخلطين بين الكاكاو الحلو والكاكاو يعني الاسود باش يجيني داك اللون يعني يبان في الكاكاو. هنا حندير جوج حبات تاع البيض، هنا اللي راح نوريكم شوفوا هنا اللي حندير خمر تاع الحلوى. أنا واش راح ندير نخلط هاد المكونات مليح بيديا. حنا مش شرط علينا الباتور ولا يعني غير بيدينا نقدروا نخلطوا هاد المكونات، ولكم الاختيار كل واحد كيفاش موفي يخدم يعني الطريقه اللي جاتو يعني سهله يقدر يخدم بها. انا ان شاء الله يعني يا ربي يوفق كامل التلاميذ اللي يجوزوا الباك والبروفي ان شاء الله يا ربي يوفقهم مع هذه الايام المباركه ان شاء الله يا ربي يعني يفرحهم وفرح وليداتهم، فرح وليداتكم ويفرح امهاتهم. انا نخلط هذوك المكونات مليح ونزيد جوج حبات تاع البيض نخلطهم فاني مليح معاهم حتى الهضره راحت وجات. انا نخلط كامل هذوك المكونات مليح. انا كي خلطت السكر يعني ولا زبده والفاني والكاكاو من بعد دوكا باش درت يعني جوج حبات تاع البيض ونخلط فيها مليح. انا هنا درتهم يعني كانوا جايين ضياف هكذا قلت نديها يعني حاجه خفيفه، لكن نتوما يعني حبيت نحطها لكم ديروها في اي مناسبات اللي تكون عندكم يعني ما فيهاش مكونات بزاف. شوفوا نخلط فيها. هنا نقول لكم روحوا ديونا ليجام وما تنساوناش بالبارطاج وليجام، واللي دخلت جديده معنا نقولها ما تنساش دينا الاشتراك ودينا كومونتير حلو كيما نتوما. هنا نقول لكم يعني خلطوا غير بصباحتيكم، ما تخلطوش بيديكم على بالكم الحلوى واش عمر نقولها لكم، ما تخلطوهاش بيديكم كامله هكذاك تتعجنكم تجيكم الحلوى ما تجيش مقرمشه، تجيكم حلوه يعني هكا تعلق. بصح كي تخلطوها بيديكم تجيكم الحلوى هذيك يعني مقرمشه وجبنينه ما تجيكمش هكا معلكه. شوفوا خلطوهم هكذا. دوك راني نزيد بالفرينه غير بشويه وراني نضم فيها. شوفوا غير بصباحتينا برك نقولها لكم. ونقول يعني اللي موفين يعني يكونوا يشوفوا لي فيديو تاعنا ما يكونوش مشتركين معنا، قولوا اشتركوا معنا ان شاء الله تعجبكم هذه القناه ما تندموش، وكل مره تشوفوا وصفه جديده ان شاء الله وتعجبكم الوصفات اللي نديرهم انا.
شوفوا أنا اللي خلطت غير بصبعتيا، أنا نقول لكم ما تعجنوش، راني غير نقولها لكم. علاش كاين بزاف يقولوا لي كي نديروا الحلوى ديالنا تجينا بزاف هكذا معلكة، ما تجيناش مقرمشة، يعني كي تجي تقسميها ما تجيش هذيك الحلوى هكذا مقرمشة، تجيك كيفاش نقولها لكم، تجي طرية هكذا يعني تتلوى هكذا، ما تجيش مقرمشة. هي السبب هي كي تعجني العجينة لازم ما تعجنوهاش غير بصبعتكم وتضموها. شوفوا هنا راني طميتها، شوفوا كيفاش جات، شوفوا خلوها طرية يعني ما خلوهاش. انا هنا جربتها بيدي اللي كانت ناشفة، علاش يدي الاخرى كانت فيها العجين، كي تسيوها تجيكم بزاف تلاصق، كي تسيوها بيدكم ناشفة تبان لكم اصلا العجينة كانت خصتها فارينة ولا ما خصتهاش. شوفوا هنا راح نحلها، يعني طريقة تاعي ماما اكو تعلمتوها نديرها يعني بين اي يعني بلاستيك ولا اي عفسه تكون نستعملوا بها نحلوها باش تجينا سهله وتلحن لنا يعني بنفس السمك، يعني تجينا السمك تاعها يعني واحد. هنا واش ندير هنا يعني السمك تاعها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف، يكون الشكل تاعها يعني متوسط. علاش راح نديروها على يعني حبه واحده هكذاك، لازم ما نديروهاش رقيقه بزاف. هنا لازم يكون الشكل تاع المول تاعنا او الطابع تاعنا يكون مدور، ولكم الاختيار، لكن هي بهذا الشكل اللي درتو يعني يكون مدور احسن. شوفوا شفتوني كيفاش طبعت، تقدر تطبعوه عادي، هذا يعني الاخر مش شرط عليكم تطبعوا بهذيك الطريقه، يعني طبعوها بطريقه عاديه نورمال يعني تجيكم عادي. علاش انا نساعد نفسي غير بالعقل، عجينه تاعي راهي طريه ماهيش قاصحه باش ما نخسرولهاش الشكل تاعها، وكي نديروها شويه طريه تجينا احسن من نديروها قاصحه تجيكم الحلوه تاعكم قاصحه بزاف ما تجيش بنينه. انا هكذا غير بالعقل باش ما نخسرولهاش الشكل. قولوا لي هادو اليابات كيفاش جاكم، والله تصب الشتا عندنا بزاف يعني يعني الحراره، يعني والله هادو اليامات يعني الجو يعني متقلب، يعني اخترت سخانه اخترت تصب الشتا اخترت كل مره كيفاش، يعني ان شاء الله ربي يكون فيها خير. وانا نقولكم اللي تعجبو القناه ديالي يكتب لي كومونتير حلو وقولوا لي زعما اختيارات يعني واش حابين، يعني كاش حاجه نديرها لكم لا يعني قولوا لي واش راكم حابين اكتبوا لي في الكومونتير يعني ندير لكم هذيك الوصفه اللي كنتو حابينها. ما تنساش تدعموني يعني تدعموني بزاف بالكومونتير وباللي لايك والبارطاج والاشتراك هكذاك باش يعني القناه تاعنا تتفاعل. ما ننساوش فاني ندعو كامل يوم مريض يعني ربي يشافيه، قولوا يا رب يشفيهم ان شاء الله يا ربي، ويفرح لهم وليداتهم ويفرح لهم اولياءهم، ولا هما اللي كانوا هما مرضى ربي يعطيهم الصحه ويعطيهم الصدر يا رب العالمين. انا اللي قعدت نوري لكم هكذا علاش نوريها لكم يعني بالتفصيل، ما كاين اللي يعرف يعني كيفاش وكاين اللي لازم توري له بطريقه يعني بالتدقيق باش يقدر يعرفها كيفاش. خاطرات كنت نجوز يعني هكذا في الفيديو يعني من باش ما ندققش بزاف وما يكونش فيديو طويل، ما تقولوا لي يعني ما تعطيناش يعني بالشرح كامل، يعني عطينا هكذا بالشرح غير بالعقل يعني ونشوفوا باش نقدروا نعرفوا. قلت لكم هنا اللي تبقى لنا هذيك البقايا ما نعاودوش نعجنوهم، نطموهم غير هكذا بيدينا ونعاودو نفتحوهم، علاش حنا العجينه تاعنا هي طريه يعني ماهيش حاجه تاع اللي نقعدو غير نعاودو نعجنوها.
هنا هكذا يعني نديرهم يطيبوا، لكن نردو بالنا عليهم. علاش فيهم الكاكاو لازم ما نحمروهمش بزاف، وهكذاك ما تقدروش يعني كي تشوفوا اللون تاعهم يعني كيفاش يكون. شوفوا انا هنايا ما طولتش عليهم بزاف يعني في الفرن، شوفوا يعني درت تحميره غير خفيفه من تحت، طفيت عليها. هنا ما لازمش تخلوهم بزاف، يحيوا لكم قاصحين يعني وما يجيكوش الذوق تاعهم بنين. هكذا شوفوا غير يحمرونا. انا هنايا الامانه شعلتهم غير من تحت، يعني ما شعلتهمش من الفوق، لكن من تحت خليتهم يحمروا ديك التحميره يعني اللي تكون شويه يعني ماهيش بزاف، كي تحميره خفيفه. شوفوا كيفاش انا نوريها لكم، وشوفوا يعني الخشونيه تاعهم كيفاش جات، يعني ما جاش بزاف يعني طالع، ما جاش بزاف هابط. يعني هكذا مع نزيدو ندير لهم يعني هذاك الديكور ديالهم. راكم تشوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش هنايا انا وريت لكم. هنا واش ندير، ناخذ ديك الحبيبه تاعي تاع الحلوه ندهنها بالمعجون. هنا المعجون تاع المشمش عادي نحطها هكذا. شوفوا نوريكم كل وحده يعني ندهنها بالبانسو ديالي بالمعجون مليح، ونديرها في الدجاجلان يكون محمص. يعني الدجاجلان برك ما تحمصوش حتى يتحرق، يعني حمصوه على خاطره باش ما تجيكمش هذيك المروريه، ويجيكم الدجاجلان ديالكم بنين. شوفوا هنايا ندهن كامل الجناب، ندهنها يعني في الوسط ونحطها. انا كنت يعني درت تدزين واحده الاولى يعني من بعد نوريكم كيفاش. هنا ناخذ الشيكولا تاعنا عاديه يعني نذوبوها يعني في حمام مائي عادي، وعندنا هذوك الليمون مدورين درت فيهم يعني على شكل دائري وخليتهم يعني في الثلاجة حتى بردوا. هنا يعني درت شوية يعني من الشيكولا هذيك اللي كنت يعني ذوبتها من قبل باش نلصق فيهم هذوك لي موتيف تاع الشيكولا اللي كنت درتهم مدورين. هنا لكم اختيار، انا كتشوفوا كيش راني ندير يعني الطريقة راهي تبان لكم يعني شرحت او باين يعني بدون ما انا اتكلم. شوفوا كيفاش هكذا. شوف يعني بمكونات بسيطة ونديرو فيها حلوة هكذا خفيفة والشكل تاعها شباب. ان شاء الله تكون عجبتكم. شوفوا كيفاش انا كانت عندي حبيبات هكا تاع لي بيبي شيكولا هكاك بالالوان، يعني حطيتهم هكذا من الفوق. نتوما انا يعني تزين لكم الاختيار واش عندكم ديروا، يعني ماهوش شرط علينا واش يكون عندي انا يعني ولا حندير انا، ديروا نتوما يعني واش عندكم نتوما ديروا. انا كانوا عندي هادو قاعدين في الدار قلت ندير فيهم يعني بهم تزيين، يعني شوفوا كيفاش جات في الشكل تاعها النهائي. حلوه خفيفه هكذا مع تكون عندكم مناسبه ولا تجيكم سهله وما فيهاش مكونات بزاف. شوفوا كيفاش جات الشكل ديالها غير بالدجاجلان يعني واش يقول يعني ماشي كميه كبيره، حاجه خفيفه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنسوناش بالاعجاب والبارطاج، ونتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله.